قال سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي اغتسل وتطيب ولبس أحسن ما عنده وجلس كأن على رأسه الطير ومن حواليه كذلك ويتعجبون منه. فكان يتكلم معه بعض الناس قال لو رأيتم ما رأينا لما لمتمونا على هذا. قال أنا قد جالست فلان وفلان وفلان، وكانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هملت عيونهم. وقال جالست وترددت على جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين. قال سيدنا الإمام مالك ترددت عليه، قال وهو كثير التبسم، يتبسم في وجوه الناس، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت دموع وبكاء، واعتلته الهيبة عند ذكر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لقيت بعض مشايخي قال لي إذا ذكر عنده النبي بكى وانتحب حتى نرحمه من كثرة البكاء. وكلما سألوا أحد عن النبي أو حدثه أو قال حدثنا عن النبي قال يبكي حتى نرحمه من كثرة بكاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. روى لنا الإمام ابن عساكر بسند حسن عن سيدنا بلال بن أبي رباح المؤذن عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصيب المسلمون بهذه المصيبة ولا يصابون بمثلها، والمن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، وقال لن تصاب أمتي بمثلي. بعد مفارقته ما حد صلى الله عليه وسلم في مقامه ولا في مكانه، فكان سكت سيدنا بلال ولا عاد طاب له المقام بالمدينة لتذكره للنبي. قال إذا مشى في طريق ذكر أنه قد مشى معه في ذا الطريق، إذا دخل دار ذكر أنه قد دخل معه في هذا الدار، إذا جلس مجلس ذكر أيام جلوسه معه. فاستأذن من سيدنا أبو بكر ورحل إلى الشام، بقي سنة كاملة. فلما مرت السنة رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورنا؟ انزعج سيدنا بلال وشد رحله في اليوم الثاني وإلى المدينة المنورة. جاء إلى المدينة وإلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال وأكب على القبر يبكي 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 وينتحب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم طلب منه أن يؤذن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر جماعة من الصحابة الكبار، فرحوا به لما جاءوا لهم سنة منه، فقال لهم أنا بعده صلى الله عليه وسلم ما أذنت لأحد فاعذروني. وبينما هو في المسجد أقبل سيدنا الحسن والحسين، فلما رآهما تذكر أيام يخرجان مع جدهما في المكان هذا ويطلعون على المنبر معه يصلون معه في ذا المكان أو يحضرون معه حينما يصلي، قام إليهم وضمهم إليه فقال يا بلال نحب أن تؤذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا فنسمع الصوت الذي كان أيام جدنا يؤذن. قال أما والله قد سألها مني كبار الصحابة ولكن أنتما إن رددتكما ما أقول لجدكما فذلك وأذن. فقام عليه رضوان الله في صلاة الظهر، اعتلى مكان كان يعتليه أيام النبي، وابتدأ في الأذان ضجت المدينة كلها بالبكاء. قال ما وصل عند قوله أشهد أن محمد رسول الله إلا والرجال خرجوا والنساء خرجن والصغار والكبار من الديار يقولون أبعث رسول الله هل رجع إلينا النبي؟ قال فما رؤية المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال عليه رضوان الله. ثم جاء يوم بعد ذاك اليوم رجع فيه البكاء إلى المدينة، وذلك يوم تكسير الحجر الشريفة لما احتاجوا إلى توسعة المسجد الشريف وأرادوا إدخال الحجر، حجر أمهات المؤمنين الذي حجره صلى الله عليه وسلم بناها لنسائه أمهات المؤمنين. قال سيدنا الحسن البصري كنت أدخلها وكنت أمد يدي فأصل إلى سقفها. قال وديت أنهم أبقوها حتى يرون الناس كيف عاش نبيهم وكيف قنع بذا المساكن سيره وهو جالس فيها بهذه الصورة والزهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما جاء أمر الأمير بتكسير هذه الحجرات وأخذوا يكسرونها ضجت المدينة بالبكاء، أما رؤية أشد بكاء بعد يوم الوفاة من مثل ذاك اليوم على آثاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت لتوسعة المسجد الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. أورد الكثير من المفسرين ومن الذين كتبوا في مناسك الحج قصة العتبي مع الأعرابي، وقد كان العتبي رجل
من أهل الخير والصلاح قاعد في المدينة المنورة، قال بينما كنت يوما عند قبره صلى الله عليه وسلم أزوره، إذا أقبل أعرابي فوقف على القبر الشريف سلم على النبي ثم قال: اللهم إنك قلت في كتابك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا وجئت إلى رسولك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغفر لي، وأنشأ البيتين، هذا أول من أنشأ: يا خير من دفنت في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وانطلق، قال فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. أبشره أن الله قد غفر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال رجل آخر من الصالحين وكان في ذاك المقام يقول: أقبل أعرابي فألهمه الله حسن سؤال، قال وقف سلم على النبي وصاحبيه وزار بعد قال: اللهم أنت ربي هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك، وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. قال الكلمتين ومشى. قال هذا نعست فرأيت الحبيب. قال قم قل للأعرابي قل له إن الله قد غفر له بحسن مسألته، إن الله قد غفر له بحسن مسألته. كثير من أهل التراجم في اليمن ومنهم الإمام الشرقي في كتاب طبقات الخواص يذكر واحد كان في القرن السادس الهجري قريب من وقت سيدنا الفقيه المقدم، وكان في نواحي البيضاء في اليمن، يسمى عمر بن المبارك، اشتهر بين الناس بقطيع اللسان، وسبب ذلك أنه جاء مرة إلى المدينة المنورة وزار الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقى قصيدة ويمدح فيها رسول الله وسيدنا بكر وسيدنا عمر، ومدح فيها أهل البيت والصحابة ودعا ربه فيها. وكان واحد ممن ابتلي ببغض الصحابة حاضر عنده يسمعه ويسمع الثناء على الصحابة، فاغتاظ في قلبه. بعد ما انتهى من زيارته قال له تفضل معنا ضيف، قال مرحبا. خرجه إياه فخرج به بيته خارج المدينة المنورة، دخل به إلى البيت قال أنا سمعتك تثني على هؤلاء الصحابة بلسانك دي، الآن اختر واحد من الثنتين، أنا قلت لك أنا اقطع اللسان دي اللي تمدح به. قال هو تقول لا أخذتنا من حرم رسول الله وتقول ضيف عندك قال ما شاء الله واحدة من الثنتين، يا قتل يا هات لسانك بقطعها. ولما ما قدر يعمل شيء قال كان قطع اللسان أخف، فأخذ اللسان فقطعها وأعطاه إياه، قال خذها قدام يخرج منه مسكين. وخرجوا إلى الحرم الشريف وجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في المكان، من الهم جاءه النعاس فنعس فرأى الحبيب مقبل، قال هات لسانك، أعطاه لسانك كانت بيده، قال افتح فمك فتح فمه، قال ردها إلى مكانها فانتبه ولسانه في مكانها وكأن لم يكن به شيء. فسافر إلى اليمن، قالوا أنه سموه قطيع اللسان، قطعت ورجعت بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا مرت عليه فترة وعاد إلى الحج مرة أخرى، وجاء إلى المدينة وزار الحبيب وألقى قصيدة هناك أخرى. وبعد الخروج واحد قال له تفضل معنا، فقال مرحبا. مشى، وإنما يمشي معه مشى به في نفس الطريق حتى خرجه من المدينة. هو تذكر الحادثة اللي كانت وقعت له من قبل، فالتفت إليه عرفت، قال عندك ولا تخاف من شيء، أنا داري بالذي حصل لك من قبل، أن لا تخاف. فمشى به إلى نفس البيت ودخل، وإذا شبك وسط البيت في قرد معه هناك محبوس، ولما دخل هاج هذا القرد هيجان، تعجب، قال تعرف هذا؟ قال ايش هذا؟ قال هذا أبي، هذا اللي قطع لسانك. قال أبي بعد ما عمل الفعل معك بأيام مسخه الله، صار قرد وشفنا حابسينه في ذا المحل عندنا. قالوا كنا الأسرة كلنا نحن مبتلين بهذا البلية اللي كانت معه، لكن بعد هذا الحادثة كما تبنا إلى الله ورجعنا، لا نسب صحابة ولا غير صحابة، نحبهم كلهم، أهل البيت والصحابة والأنبياء والمرسلين والأولياء، لا عاد نبغض أحد ولا نسب أحد ولا نتكلم على أحد ببركتك أنت
وشوف هذا هو الوالد، فكانت عبرة من العبر كبيرة.